السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمود صالح في حلقة جديدة من نشرة المشجع. زي ما تعودتم حلقتنا فيها كل الأحداث اللي تخص الأهلي، فيلا بينا نبدأها مع بعض. الأهلي يطلب 8 مليون دولار من النصر السعودي للاستغناء عن خدمات محمد الشناوي حارس الفريق الأول وحارس المنتخب الوطني، ويرفض التخلي عن حارسه بأقل من ذلك. الأهلي يدرس التراجع عن التعاقد مع محمد رضا بوبو بسبب مطالب فيوتشر المبالغ فيها، ويفكر في عدم التعاون معهم في أي صفقات مجددا. أحد مسؤولي فيوتشر مبررا مطالبهم المالية المبالغ فيها للتفريط في محمد رضا بوبو للأهلي. حين تعاقدنا مع محمد رضا بوبو من وادي دجلة، وضع ماجد سامي بند يمنح نادي الحق في الحصول على نسبة كبيرة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا، ولم نسدد قيمة الصفقة بالكامل وقت التعاقد مع اللاعب، ومتبقي تقريبا 40% من قيمة الصفقة. وإذا تنازلنا عن اللاعب بأقل من 50 مليون جنيه فلن يحقق النادي أي استفادة مالية من اللاعب بعد دفع 40% المتبقية من الصفقة وقت انتقاله إلينا، إضافة إلى نسبة من إعادة البيع. ونحن نادي استثماري من الدرجة الأولى، وهذه الأمور لا تجوز أن تحدث لدينا. محمد رضا بوبو ليس أقل من إمام عاشور، والأهلي جلب إمام من ميتلاند الدنمارك ب3 مليون دولار. هاني رمزي يعرض اللاعب المصري مصطفى أشرف لاعب بروسيا مونشن جلادباخ على كولر لتدعيم خط الوسط بدلا من محمد رضا بوبو. محمد مجدي قفشة يفاجئ مسؤول الأهلي ويؤكد لهم من أول جلسة تفاوض استعداده التام لتمديد تعاقده دون أن يعرف أي تفاصيل سواء المدة أو القيمة المالية التي سيحصل عليها، ويؤكد أنه يثق أن النادي سيقدره جيدا. مارسيل كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من المران غدا للتخلص من الإجهاد قبل مواجهة بيراميدز في الدوري، ومقترح بمنح العناصر الأساسية راحة 5 أيام كون مباراتي بيراميدز والمصري غير مؤثرين. مارسيل كولر يفاجئ مسؤول الأهلي ويؤكد أنه لا يمانع الاعتماد على مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في الموسم الجديد حال رحيل الشناوي وعلي لطفي، وأنه يثق بشدة في قدرة الثلاثي على حراسة عرين الفريق في الموسم الجديد، وأنه لا يرى أفضل منهم بالدوري المصري حتى يطلب التعاقد معه لتعويض الشناوي حال رحيله. نادي الداخلية يدرس خوض مواجهة الأهلي في كأس مصر بالناشئين بعد تمسك اتحاد الكرة بإقامة المباراة في موعدها، وذلك بسبب تواجد 8 لاعبين كبار فقط في الفريق الأول، ومخاوف لدى المسؤولين في الداخلية من تكرار سيناريو مباراة الأهلي والجونة الشهيرة. مارسيل كولر يدعم خالد عبد الفتاح نفسيا ويطالبه بنسيان خطأه في مباراة حرس الحدود. الزمالك يحاول الإسراع في حسم صفقة محمود حمادة لاعب فاركو خوفا من عودة الأهلي للمفاوضات مع اللاعب مجددا بسبب مطالب فيوتشر للتفريط في محمد رضا بوبو. محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بعد سخرية عصام الحضري من مبادئ الأهلي بعد انضمام إمام عاشور للقلعة الحمراء. باب القلعة الحمراء مفتوح لكل من لم يتربى على تقاليده ومبادئه طالما قدم الاعتذار المطلوب، وهذا الباب أيضا مغلق في وجه من تربى على تقاليده ومبادئه واختار طريق آخر في النهاية. محمد الجرح عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: مبادئ الأهلي سلاح في إيده لم يفرضها على أحد، فهي تخص أبنائه ومن تربى عليها داخل جدرانه، وكل من التزم بها فهو يضع نفسه في المكان الصحيح، ومن يخرج عنها لن تكفيه الاعتذارات ولن تشفع له. مبادئ الأهلي هي ضمان استمرارية ريادته. في تقاليد الأهلي لا قرار من خارج غرف مجالس الإدارة، الجمهور جمهور واللاعب لاعب والإدارة إدارة، وجمهور الأهلي العظيم هم حراس المبادئ. بعد ما كتبت أمس يتساءل البعض ممن لا ينتمون إلى النادي الأهلي عن المبادئ ويظنون أنها مجموعة بنود يمكن استعراضها. نشأت وتربيت على حب النادي الأهلي والانتماء له والحرص على تقاليده ومبادئه، واختصارا فمبادئ النادي الأهلي ليست كما يظنها البعض دستور مكتوب، وإنما تاريخ من المواقف العظيمة لمن سبقونا في حب هذا الكيان الكبير. يحكمنا مبدأ واضح: الأهلي فوق الجميع، فوق مصلحة جميع أبنائه ومن ينتمون إليه. تعلمنا أن نفصل مصلحة الأهلي عن مصالحنا الشخصية أو وجهات نظرنا. تعلمنا مبادئ الاختلاف الراقي ولكن داخل البيت الكبير، لنعلي في النهاية المصلحة العامة للأهلي. المجد للأهلي ونحن أبناء نسعى لتحقيق النجاح الذي يكمل مسيرة بدأت منذ التأسيس في عام 1907. لا تجهدوا أنفسكم في البحث عن مبادئ مكتوبة، فالأهلوية يعرفونها ويحفظونها عن ظهير القلب بالمواقف والتاريخ وبالحاضر الحافل بالنجاحات والانتصارات، وحتى في لحظات الانكسار وهي قليلة في تاريخنا. يكون المبدأ هو الجميع من أجل الأهلي لنعود أقوى.